لما اجي اصلي ورا امام اقرا الفاتحه ولا لا؟ تعال الاول نقسم الصلوات انا وانت لصلوات جهريه وصلوات سريه. الصلوات السريه اللي هي زي الظهر والعصر. ايه هي الصلاه السريه اللي الامام ما بيقراش فيها بصوت عالي؟ الصلوات الجهريه اللي هي العشاء والمغرب والفجر اللي بيقرا فيها الامام بصوت عالي. لو في الصلوات السريه فالعلماء قالوا لك ان انت تقرا الفاتحه. نيجي بقى في الاختلاف في موضوع الصلوات الجهريه. يعني انت لو دخلت دلوقتي صلاه العشاء ولقيت الامام بيصلي في اول ركعتين فهو بيصلي بصوت عالي، تعمل ايه؟ على قولين. القول الاول ان انت تقرا الفاتحه لو الامام سكت، او لو حتى الامام ما سكتش وبدا في السوره اللي بعدها تقرا برضو الفاتحه بس بصوت واطي وما تلغوش على الناس اللي جنبك. القول الثاني ان انت اصلا لا تقرا الفاتحه فين؟ في الصلاه الجهريه، يعني في اول ركعتين من العشاء بس ما تقراهمش، لكن طبعا في التانيين هتقراهم. طيب مين صح ومين غلط؟ الاتنين صح. انت لو عملت كده صح، انت لو عملت كده صح. لما اجي